فش اللي راح يصير؟ اعتذر لكل محافظه ما جيتها. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير الله يطول باعماركم، السفره الجايه ما راح اجيب معي ولا واحد، او اذا جو معي يتحملون، ناخذ لنا 20 يوم على الاقل يعني. واستمتعت ببغداد، الحضاره والتاريخ، بغداد احبها يعني. بغداد كمدينه كبنيان كعمران كشوارع خط احمر عندي، اموت عليها. رحنا لكركوك، استمتعنا بقلعه كركوك. رحنا للفلوجه في مضيف اخوي معنا ابو عيسى العيساوي، استمتعنا بالفلوجه ومحافظه الانبار الجميله. وطلعنا لكركوك واستمتعنا في كركوك. وعقب طلعنا طال عمركم الاربيل. انا اول مره اجي في حياتي اربيل، واجي ضيف عند اخواني الاكراد اللي احطهم فوق على راسي، ما قصروا معي طول الرحله. ناس طيبين، ناس محبين. انا ما اعرف الاكراد ترى، بحكم الجغرافيا بعيدين عن بعض ما نعرفهم يعني. فعرفتهم في السفره هذه، وعرفت انهم رجال طيبين وناس محترمين وفيهم كرم وفيهم طيبه. وعلى راسهم الشيخ آرين. الشيخ آرين يعني مهما اقول فيه قليل في حقه، انسان محترم مؤدب. اذا كنت جليس معه تشعر انك انت الشيخ يعني، باخلاقه وبطيبته وباحترامه يعني. بالاضافه الى كرم، يعني انا متيم بالرجال اللي عندهم كرم. تدري ليش؟ المتنبي يقول الكرم نصف المرجله. فاذا شفت لك رجال كريم اعرف انه تجاوز امور كثيره في الحياه حتى وصل الى مسمى الكرم. مع اني والله انا مقصر مع اخواننا الاكراد. لا جيت شو اسم المنطقه؟ خاف انطقها غلط. شو اسمها؟ الدهوك وزاخو، والله ما اعرف يعني. يكتبوا لي في السناب تعال. ما كان عندنا وقت والله، لكني وعدت الشيخ ان شاء الله اني راح تكون لي زياره في الاشهر او السنين القادمه. راح نمر ان شاء الله على اكثر من مدينه، حتى في جنوب العراق، وسط العراق، كل محافظات العراق. وعد اذا الله مد في عمري اني باذن الله راح امر عليها محافظه. العراق صار جزء مني وانا جزء منه، هذا كلام قطعا. هذه ثالث سفره لي للعراق. يوقف الكلام عندهم. طيبه واحترام ومحبه للضيف، جد محبه يعني. محبه لدرجه انك تتحاشى تسلم على الناس من كثر العزايم. جد هذه محبه يعني، صعب تلقاها هذه. فوعد مني ان شاء الله بس شوي نرتب الامور. اذا ابى اروح اقول لاخوياي من الحين، يا تاخذون اجازه طويله يا خلوني اروح لحالي. ما يصير، يزعلوا علينا واجد من المحافظات اللي والله اكرر المليون مره اسف واعتذر لهم اني ما جيت. لكن وعد على قولتهم بشاربي اني لا اجي كل المحافظات. انا احب يعني اشوف الاماكن الجديده واتمشى في الاحياء القديمه التراثيه هذه.